عملنا بقى من قماش الخيامية. بصي مفرش تحفة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وشكله شيك جدا. ومش مكلف خالص. وبصي حاجة كده جميلة. تعالي يلا معايا اوريكي عملناه ازاي وازاي عملناه من امكانيات بسيطة جدا. المفرش كده تعالي اقولك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بيكم معايا في قناة ابداع الست المصرية. يا ريت لو ما اشتركتيش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا معانا النهاردة فيديو جامد جدا من قماش الخيامية. هنعمل مع بعض المفرش اللي احنا وريناه لكم في اول الفيديو بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة معايا انا المفرش هنا حتة القماش معايا فيها رسومات كده من النص كده شكلها جميلة جدا. اول حاجة زي ما قلتلك كده وشفتيه في الاول، انا جبت هنا المفرش وجبت هجيب بقى المقص وابتدي ان انا اقص الشكل اللي في النص اللي انتوا شايفينه دوت بطريقة سهلة جدا خالص. اول حاجة يعني وزي ما انت شايفة كده هجيب المقص وابتدي اقص من على الرسمة كده من على الحرف بالظبط علشان تطلع معايا الرسمة مظبوطة. اخلي ايدي يعني كل شوية افرد القماش كده واظبط ايدي بحيث تطلع معايا ايه الرسمة مظبوطة جدا لحد ما اخلص معايا القماش كله واطلع معايا الرسمة بطريقة سهلة جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا الرسمة معايا هنا كبيرة تنفع معايا هنا مفرش سفرة مفرش انتريه على حسب ما انتي عايزة تحطيه هتستعمليه وهيبقى جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. مستنية رأيكم في الكومنتات. كده خلاص انا بخلص اهو اخر جزء في المفرش. اهم حاجة يطلع معايا الرسمة مظبوطة، دي اهم حاجة في الشغل كله. انا خلاص اخر جزء اهو خلصته وهقولك دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. كده بقى بعد ما خلصت كده المفرش معايا اهو. طيب انا هشتغل بايه؟ انا عندي هنا في امكانيات كتيرة جدا. ممكن ان انا اي شريط ان انا اقدر ان انا ازوق بيه معايا المفرش الجميل ده هشتغل بيه. طبعا زي ما شفتوا المفرش في الاول انا اشتغلت بالفرنشة بتاعت شغل رمضان. الحاجات اللي بتعمل بيها شغل رمضان كله بينعمل بالقماش بالشريط ده. طيب انا مش عندي الشريط دوت ومش متاح في المكان اللي انا فيه، هبتدي ان انا اجيب اي شريط تاني. هنا كنت بقولك ان هو انت ممكن تعمليه تخيطيه بالابره والخيط عادي جدا وهقولك ازاي، او ان احنا نلزقه بمسدس الشمع او ان احنا نخيطه على المكنه. دلوقتي انا هوريكي هو بيتعمل ازاي بالظبط على الايد. بصي هجيب كده اثبت الشريط على حرف القماشة وهبتدي ان انا امشي سراج عادية جدا بالراحة واحدة واحدة كده. وانتي قاعدة تتسلي كده قدام التلفزيون هتخلصيه على طول وانتي قاعدة كده بتتفرجي على المسلسل. بس انا بصراحة كنت عايزة انجز، عايزة اخلص بسرعة. فجبت طبعا انا عندي المكنة وانتوا عارفين كلكم واشتغلنا مع بعض حاجات كتير على المكنة. فهجيب بقى المكنة وابتدي اخيط الحرف بتاع الشريطة على حرف القماش، وخلي بالي من الدوران ومن الحتت اللي انتي اللي هي داخله لجوه وخارجه دي الدورانات كلها خلي بالي منها واظبط ايدي وانا شغاله. طيب لو انا ما عنديش الشريط دوت ممكن اعمل بايه؟ ممكن اعمل بشريط الفرنشة بتاعه الستاير. ممكن اعمل بالتل في شريط كده في كور كده صغير كده في منه الوان وفي منه ابيض في منه لون ساده يعني او الوان مع بعضها. ده شكله حلو برضو ينفع. بصي المتاح موجود وياكي ومتاح عندك انت اشتغلي بيه على طول، ما تقفيش عند حاجة خالص.
هنا انا خلاص كده بخلص معاكم اهوت الشريط، بخيطه زي ما انت شايفه كده، خياطه سهله جدا. وبرده زي ما قلت لك لو بالخيط والابره هتعمليه سهل جدا. انا قبل القناه كنت عامله مجموعه مفارش للشقه عندي بالخيط والابره، بقالها يجي 4 سنين زي ما هم، بغسلهم كل سنه وبحطهم وبينغسلوا زي ما هم، كأنك عاملاها على المكنه بالظبط. فيعني ما تقوليش ان انت مش عندك مكنة فمش هتعملي، لا اعملي واشتغلي واعملي كل حاجة حلوة في بيتك بايدك وبذوقك انت وبامكانياتك، هتطلع معاكي جميلة جدا. في عز الغلا اللي احنا فيه ده احنا بندور على اي حاجة ان احنا نوفر بيها ونعمل برضو ان احنا برضو نبقى مبسوطين، رمضان يخش علينا بحاجة حلوة نقدر ان احنا نبقى مبسوطين بيها. هخلصه بقى وريهولك. كده بقى انا خلصت المفرش معاكم اهوت. بصي ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ بجد جميل جدا وسهل وبسيط. يعني فيديو كده جميل بسيط كده، حبيت ان انا اقول لكم ازاي ان انت لو انت حابة تعملي مفرش ما تشتريش، يعني مش لازم تروحي تشتري مفرش بقد كده، لا انت تقدري ان انت تعمليه بحاجة بسيطة جدا. دي يعني دي كانت حتة قماشة كده زي نص متر كده، يعني ما خدناش كتير من القماش. يا رب تعجبك وتقولي لي رأيك في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.